يا حلالي شايف علالي الناس مساكين قدام غلبانة والمال ديانة معدته مليانة من البني آدمين. أرجع لبلدنا واحلف على المدنى أعد يا سيادنا في البحر أكون أطفال العيلات أعملوا كل ليلة ليلة وليلة في التلفزيون في التلفزيون في التلفزيون. يا أهلا يا كريم، وحشتنا. وانت كمان يا طنطا. خلصت اللعب؟ طب اتفضل اقعد هنا بقى تسمع الحكاية معانا يا كريم. ها نكمل الحكاية. فكرينا باللي كان. عرفنا من اللي كان ازاي الملك نعمان اتحول من حصان الى انسان. وقبل ما يكون حصان كان ايه؟ كان انسان لكنه كان ظالم، قوته وغرته بالاعتداء والسلب والنهب على جيرانه في جزيرة الحب. لكن العقاب كان 50 سنة، لكن بشرط واحد، كل يوم لابد من خير يعملوه لأي واحد. عشان كده أنقذوا بحارة السفينة ملك ذات وأنقذ سندباد. ربنا برحمته عفى عنهم، وزي ما الخطأ ليه عقاب، التوبة إن كانت نصوحة ليها ضعف الثواب. وعاد سندباد لبغداد محمل بالعطايا وبالهدايا، واستقر بجوار والدته يحكي لها كل يوم حكاية. طب وثروته؟ جزء منها خصصها لوالدته والباقي للمساكين. ومر على ده الحال شهر سنين. لا يا شيرين، أقل من شهر، وفي لحظة أحس بالحنين للبحر. وفي صباح هادئ الرياح يودع سندباد والدته جاهزات، ومن جديد يتجه إلى البحر، والذي كان يمثل له سحرا وأي سحر. ادعي لي يا أم أشوف وشك بخير. مع السلامة. صلي لا إله إلا النبي 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 صلي لا إله إلا. يا سلام، ما أحلى العودة للبحر والمياه. فعلا هي دي الحياة. وكان هدفه التجارة ومضاعفة ثروته بالمغامرة والشطارة. وانطلق البحارة في طريقهم آملين أن يذهبوا ويعودوا سالمين. شدوا الحبال يا رجال وافردوا الإله. وبعد أيام في البحر وليالي يحدث ما لم يكن يخطر على البال. سندباد لقد قل الزاد والزواد، ولا حل سوى البحث عن جزيرة بها بعض العباد. جزيرة يا ريت الاقي جزيرة، يا دي الحيرة. والبحر واسع والموج خطير والمية ملهاش كبير. ياه هناك جزيرة غامضة على مدى الشوف، نروح لها ولا حوالينها نطوف؟ شوفوا يا جماعة، نقرب منها بمنتهى الحذر، وإن كان فيها بشر هنشتري زادنا وزودنا.
وإن ما كانش هنستريح ونعاود الإبحار في ضوء النهار. اتفقنا يا رجال؟ لف الدفة يمين يا ريس. جزيرة دي يا سلام، جميلة قوي. ايه ده كمان؟ ايه ده؟ ياه، تفاح يا عبي شيل جميل قوي. من قدي وانا ماشي كده في الجزيرة لوحدي. صحيح، ده لا حد قبلي ولا بعدي. يا سلام على الجزيرة وجمالها، دي مليانة أشجار ضخمة. دي مش جزيرة، دي جنة مليانة أشجار تفاح وموز وتمر حنة وكل حاجة. سندباد، انت فين يا سندباد؟ سندباد، هناخد المركب ونمشي دلوقتي يا سندباد. انت فين يا سندباد؟ مش عايزين نسيبك لوحدك. سندباد، انت فين يا سندباد؟ وهكذا يمضي رجال السفينة بمشاعر آسفة حزينة، حيث ظنوا أن سندباد قد غرق في البحر، وهم يفكرون كيف يعودون بدونه إلى بغداد. أنا فين؟ والبحر فين؟ وجرالي إيه؟ أنا كنت بحلم ولا إيه؟ الظهر بالحقيقة وأنا دلوقتي رايحة في جزيرة، وطبعا البحارة افتكروا الموت ولا غيرت. والعمل يا سندباد، والعمل يا سندباد، أنت كبرت. أنا غلطت، ما كانش لازم أسيب البلاد، لكن مش لازم أيأس. أنا لازم ألاقي حل، أكيد هلاقي حل إن شاء الله، بإذن الله هلاقي حل. المهم دلوقتي أستكشف المكان ده وأعرف أنا فين. لازم أعرف أنا فين. أيوة، أنا جاتلي فكرة. أطلع الشجرة وأشوف حدود الجزيرة فين. أيوة، أنا هطلع دلوقتي. ياه، دي شجرة عالية قوي. أما انت طويلة بشكل. أخيرا وصلت، الحمد لله. ياه، أما جزيرة غريبة بشكل. ايه ده؟ أنا حاسس برهبة، مستحيل تكون دي بيضة، تبين لها كده قبة. لازم انزل واروح اشوفها. ايه ده؟ مش معقول، ده شيء مهول. بيضة دي قد أوضة. قول 11 أوضة، 12 أوضة، 13 أوضة. وكانت هذه القبة الملساء في حقيقة الأمر بيضة طائر الرخ العملاق الذي كان يضعها في تلك الجزيرة ويطمئن عليها مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء.
الشمس راحت فين؟ ايه ده؟ ايه الطائر الكبير ده؟ ده طائر مهول. يا خبر يا سندباد، ده أضخم طيور البلاد. والعمل يا سندباد، العمل. والعمل يا سندباد، هتعمل ايه؟ هشد قمتي واربط عمامتي في رجليه اللطاف وارحل معاه ولا حد من شاف. وبكده اطير في رحلة مجانية والف فيها البلاد، واروح ارض تانية واشوف فيها العباد. ده فعلا رجلي لطيفة بشكل. اما اربط نفسي بقى، ايوه كده. يا رب ما يصحى، انا هنام جنبه، واول لما يطلع الصبح هيطير وياخدني معاه. وفي وقار يستعد الطائر المهول للإقلاع في بكرة النهار، وكأنه طائرة تقلع من المطار. وبعد أن مضى ما مضى وكان ما كان، تتوقف الحكاية ولا يتوقف الزمان. وغدا في نفس الميعاد سنلتقي بسندباد ومغامراته بين البلاد والعباد.